هلو ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اعتقد هتحسد ان انا اعمل لكم فيديو كل اسبوع، يعني مش حارمكم من حاجه، بس اتمنى الاقي الدعم لقاء المجهود الجبار اللي انا بعمله ده. هو مش مجهود جبار قوي يعني، بس يعني بص هقول لك على حاجه. انا بقالي فتره منطفي وفاقد الشغف من كل شيء، وبجد مفيش اي حاجه تشجعني ان انا اكمل، وبفكر ان انا ابطل تربيه اصلا، وبفكر ان انا اسيب كل حاجه. ولكن يعني انت عزيزي المشاهد اللي بتشجعني، فما تستخسرش فيا تعمل لايك، تعمل لي شير، تشترك في القناه، تبعت الفيديو لاصحابك، يعني اعمل شويه جو كده بحيث ان احنا نصغر من جديد ونرجع تاني نشغل الشغل ده. وزي ما متعودين قبل ما نبدأ الفيديو ندعي لإخواتنا المسلمين في كل مكان. للأسف ما ينفعش أقول اسم الدولة ولا أذكر أي حاجة، لأن ده بيخلي الفيديو أصلا ما يوصلش. بس انتوا فاهمين، كلنا عارفين، كلنا مع المقاطعة. قاطع وما تبقاش متخاذل. مش عاوز أقول كلمة تانية، أنا لساني وحش أصلا، بس يعني إيه، بحاول أحترم نفسي شوية عشان برضو إرشادات المجتمع على اليوتيوب. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل جرس الاشعارات عشان كل ما اعمل فيديو بفاجئك انا الفيديوهات مره واحده، تلاقي نوتيفيكيشن جالك فوق كده ان انا عملت فيديو. المهم يا سيدي، ان انا جيت النهارده على الساعه 2 كده ما عرفتش انام، فقلت اما انزل احاول اصور فيديو. بصراحه ما كنتش عارف انا هصور ايه ولا هعمل ايه. انا بصور دلوقتي بالمناسبه الساعه 4 ونص الفجر، فانت شايف انا بصور امتى؟ تمام، يعني نازل لك امتى بقى عشان اعمل لك فيديو؟ انا بقولك كتير ليه؟ المهم ان انا كنت محتار اعمل ايه، لحد ما افتكرت ان انا عندي عقارب، فقلت اودي ادهم ايه رايك تعمل لهم فيديو عن عقرب المقابر. عشان في ناس كتير قوي سالتني عن تربيه العقارب، فتعالى الفيديو ده حصري عن عقرب المقابر. بصراحه مش عارف هعمل ايه لسه، بس يلا بينا نشوف. بس قبل ما نبدا الفيديو حابب اوريك البويسلوثيريا ريجاليس، عنكبوت الانديان اورنامنتال. مش عارف هو الازاز عامل كده ليه. تعال نحاول نفتحه بالراحة من غير هي ما تاخد بالها أو ما ياخد باله. تعالى بالراحة. بيو، الله على الجمال. بص ده عنكبوت البويسلوثيريا ريجاليس. جمال. هو دلوقتي بياكل، كنت عاطيله صرصور دوبي روتش. الصورة برضه مش واضحة قوي، فهحاول أسحب ده بشويش بشويش. جرى جوه خلاص فيكس. طبعا اللزق ده اللي انا بلزق بيه الباب بسبب ان الباب ما كانش محكم الغلق قبل كده، وعنكبوت السان تايجر كان عارف يهرب من هنا. بالمناسبة ده البيت الجديد بتاع عنكبوت السان تايجر، نشكر صاحبي عبد القادر اللي عمله، او ما نشكرهوش قوي لان الباشا ما خلصهوش، ما ركبش المفصلات ولا القفل هنا، وسايب لي فتحة تهوية تعدي العنكبوت اصلا، فلازم تتسد ولازم يتخرم. المهم كده كده لازم هاخده اللي بتاع ازاز عشان ايه، افنشه. بس برضو الراجل يشكر بصراحه. ودي هنا ريدن وايت ترانشولا، وبالمناسبه اسمها العلمي اتغير، بقت فيتاليوس كروماتوس. لو تفتكروا ان هي كانت ناندو كروماتوس بس بقت فيتاليوس، العيله بتاعتها اتغيرت. وهنا معانا عنكبوته كيرلي هير ترانشولا، دي بنوته، ومعانا ولد فوق هنا اهو. بس طبعا الولد مش عارف تقريبا ما بيعرفش، وهي حرمة سعرانة واكلة ولدين قبل كده، وربنا يستر وما تاكلش التالت. حرمة سعراني. وفي كام نوع ترانشولا جداد، بس خليني اقوله لكم بعدين عشان دي شوية اسرار. المهم قبل ما اوريكم العقرب خلينا نعمل له البيت بتاعه. دي يا باشا علبة بلاستيك، ولا هتكلف نفسك بحوض ولا اي حاجة، انا جايب لك ابسط حاجة تقدر تربي فيها. دي العلبة البلاستيك اهي، تمام، وانا مجهزها جوه كوكوبيت، ولكن كوكوبيت جاف، يعني ما فيهوش رطوبة، لأن عندنا عقرب المقابر نوع شبه صحراوي أو صحراوي بيعيش في بيئات قاحلة ما فيهاش أي رطوبة خالص. إيش اللب ده ولا إيه ده؟ يلا بينا نجهز الديكورات بإننا نحط إيه. بحب أنا أحط صخور العقارب، فينها شوية كده عشان هعمل له حاجة شبه النفق، أو أحطها فين دي أهي، خشب وصخور، شوية حاجات جامدة كده، مش جاية كده، نجربها كده، مش جاية برضه، نجرب نعمل كده، نوعا ما حلوة، بس محتاجين ندفن اللي ورا ده.
بحيث إن هو يبقى عنده نفق لذيذ مكون من أخشاب وصخور، والدنيا تكون في اللذاذة دي. لا ننسى بقى الغطاء النباتي، إننا نحط أي حاجة نباتية، ولكن طبعا نبات صناعي، مع إن ينفع أحط حاجات على فكرة نبات طبيعي، ولكن النبات الطبيعي هيحتاج رطوبة، وده عقرب صحراوي، إلا لو استخدمنا نباتات صحراوية، ولكن الموضوع ده بيبقى صعب شوية ومحتاج معدات تانية. وينقصنا اللمسة الأخيرة من شوية كوكو هاسك. بحب أحط الكوكو هاسك ده في كل حاجة، بصراحة بيدي شكل جميل، تحس إنها أرضية غابة كده، حاجات متكسرة وبتاع. كان عندي ورق شجر برضه مجفف، ولكن تقريبا رميته، مش فاكر. وزي ما احنا متعودين بعد ما بنعمل البيت بنجيب الكائن بتاعنا. انا كنت حاطه هنا مؤقتا عشان كنت اخد البيت بتاعي وحاطط فيه عنكبوت جديد. ويلا بينا. مبدئيا كده عشان الامان انا هعتبر نفسي كاني ما بتعاملش مع اي حاجه من دي. فبنحط العلبه جوه العلبه ونفتح بهدوء. بعد ما فتحنا بنشيل الغطا كده بالراحه وبنتعامل بالادوات. طبعا نخرجه بره من غير ما نتعامل بايدينا نهائيا. بس خرج بره، نسحب العلبة دي بهدوء وبس كده. طبعا هو أنسب بيئة يعيش فيها هي الرملة الصفراء، ولكن الرملة الصفراء اللي عندي خلصت، فالكوكوبيت ما يزعلش في أي حاجة لو جاف وما فيهوش أي رطوبة، لأن الرطوبة هتبقى غلط عليه. المهم يا جماعة، معانا هنا عقرب من عقارب مصر الخطيرة جدا، وسمه قوي ويقدر يسبب الوفاة. خطر جدا على كبار السن، وخطر جدا على الأطفال أو الناس اللي عندها مناعة ضعيفة. اللي هتشوفه دلوقتي إياك ثم إياك إن أنت تجربه. أنا شخص متخصص وفاهم أنا بعمل إيه، ورغم كده ده على مسؤوليتي الخاصة وعلى المخاطرة بتاعتي الخاصة. بيت العقارب يا جماعة من الحاجات الخطيرة جدا، واللي أنا مش بنصح بيها أي حد إلا لو هو هيربي حاجة ضعيفة السمية، لكن نوع زي ده فهو حرفيا خطر جدا. وما انصحكش ابدا ان انت تقص الابره بتاعت العقرب. زي ما انت شايف الابره كامله قدامك اهي. سم العقرب عباره عن بروتينات، مركب بروتيني بيموت الفريسه، ومش بس كده هو كمان بيحللها. يعني العقرب ده من غير السم بتاعه لو اكل مش هيعرف يهضم الفريسه. فان انت تقص الابره دي انت حرفيا بتحكم على العقرب بتاعك بالاعدام. ده غير انك بتربي كائن بري مش عشان تعذبه وتأذيه، لأ، انت بتربي كائن لازم تبقى عارف احتياجاته ايه، ولازم تربيه في بيئة زي اللي ربنا خلقها له بالظبط. لازم تبقى فاهم كويس وواعي ان هوايتنا دي مش حب اقتناء، ان انا عندي الكائن ده وامتلكه. انت لا تملك اي شيء، الروح دي بتاعت ربنا، انت بس راعي ليها ومسؤول عنها قدامه. اي اذى تتعرض لها في وشك انت يوم القيامة وهتتحاسب عليها. يعني ما تروحش تشتري عقرب خطر وتقص الابرة بتاعته عشان تربيه وتتمنظر بيه ويبقى اسمك عندك عقرب. حبيبي لو مش قد المخاطرة ما تاخدهاش. وانا اصلا مش بنصح حد يربي عقارب الا لو حاجات سمها ضعيف، ممكن نبقى اتعرف عليها في فيديوهات تانية، او مش شرط فيديوهات تانية. معانا هنا حاجات من المحنطات. دي العقربة النيبو، لو حد متابعني من فترة فكان عارفها، لسه ميتة قريب، من العقارب ضعيفة السمية جدا ومن المناسبة للمبتدئين. ودي عقارب كوزما، ما بتكبرش عن كده، نوع جميل جدا، سمه قوي ولكنه مش هجومي، وانا بصراحة بنصح بيه بشدة للمبتدئين. بس لو جينا نتكلم عن عقرب المقابر او اسمه عقرب ابو جنزير، فنتكلم على نقطتين. هو مناسب للمبتدئين كسهولة تربية، هو مش محتاج حاجة، حتى مش محتاج رطوبة، حرفيا البيئة بتاعته سهلة جدا ان انت توفرها له. بصوا دخل المخبأ اصلا جوه ازاي. ولكن من ناحية السم فهو خطر جدا جدا جدا، وكشخص ملوش تعامل مع العقارب ابعد عنه. ولكن برضو حابب انوه عن حاجة مهمة جدا. تربية العقارب او المفصليات عموما حتى العناكب مش للهندلة، احنا مش بنتعامل معاها عشان نمسكها بايدينا اصلا، احنا بنربيها وبس، بنعمل لها الانكلوجر بتاعها، نحطها فيه تعيش حياتها فيه. فحتى في جملة كده اسمها handle at your own risk، يعني انت امسك الحاجة دي على مسؤوليتك الخاصة، ولكن ده مش صح خالص حتى لو هي حاجة مش خطر.
حتى لو حاجه مفيش منها اي ضرر. هي اصلا حوار الهندله وانت تمسك الكائن ده غلط على الكائن نفسه. دلوقتي بس هنلزق الليبل اللي عليه اسمه العلمي، واسم العلم يا جماعه هو اندروكتونوس اوستراليس، من نفس عيله عقرب بلطيم والباي كولر، عيله اندروكتونوس. اتكلمنا عنها قبل كده وان شاء الله هنتكلم عنها الفترات الجايه كتير. عاوز اقول لك اصلا ان عيله اندروكتونوس دي من العائلات اللي انا بحبها جدا، وهي من اشرس عائلات العقارب في مصر. اندروكتونوس استراليس وامريكسي وباي كولر واندروكتونوس كراسيكودا هو تاني اقوى سم في الوطن العربي. عيله تحفه. المهم خلينا نقفل العلبه كده، خلاص خلصناها ونحطها فوق هنا كده اهو. طبعا عندي هنا السلمون بينك لسه ما نقلتهاش لاني ما عملتلهاش انكلوجر كبير. بصراحه كنت عاوز احطها هنا ولكن ده هيبقى صغير قوي عليها. زي ما متابعين تيك توك وعلى الانستجرام، هنا شفنا عنكبوت الفيلفت سبايدر، بصوا بقى قاعد فوق واكلته حتى ميل ورم. فتعالى ايه نشوفه. الانكلوجرات دي وهم يا جماعه، اي حد عاوز من الانكلوجرات دي موجوده عند سبايدر توسك، موجود كميات. بص يا عنكبوت، تحفة تحفة فنية. ودي بواقي الأكل، نشيلها الويب الشبكة بتاعته قوية جدا. تعال نحاول نأكله. كل اللي محتاجه دودة صغيرة تقرب منه ونشوف الافتراش. واو يا جماعة، افتراس الترو سبايدر تحفة. طبعا هو مش بياكل القشرة الخارجية بتاعتها زي الترانشولات، هو بيمتص العصارة اللي جواها وبس. أنا عاوزك تشوف الأنياب وهي بتحقن الفريسة، وشكل عيونه وشكل وشه. يا جماعة كان خرافي يا جماعة بجد. أنا بعشقه. أنا كأدهم أحب الفيلفت سبايدر جدا. عاوز أطلب منكم طلب، وهو إنكم تقترحوا عليا فيديوهات أعملها. لان انا الفترة دي في ضغط نفسي رهيب وبجد مش عارف افكر في اي حاجة. هو بصراحة انا الحاجة الوحيدة اللي بعملها الفترة دي هو ان انا بفكر. دماغي هرياني تفكير ومبقتش بعرف انام ولا بعرف امارس حياتي خالص، وعندي ضغط عصبي ونفسي رهيب. حتى صحابي متضايقين مني، بتعصب من اقل حاجة، وبجد الموضوع صعب. فساعدوني، تقولي ارائكم في الكومنتات، اقترحوا عليا حاجات جديدة، اعمل شير، اعمل لايك، يعني ادعمني. عاوزين يعني، نفسي بجد الاقي مقابل اللي انا بعمله ده علشان اقدر اكمل. فيديو النهارده مش عارف بصراحه انت استفدت حاجه ولا لا. يا ريت تكتب لي في الكومنتات لو انت استفدت، ولو انت ما استفدتش اكتب لي برضو. وانا بحب النقد البناء جدا، لو انا عندي اي مشكله قول لي عليها. بالنسبه للضفر ده ما حدش ليه دعوه بيه، دي حاجه بتاعتي انا. ولكن رايكم على دماغي برضه. المهم ان لو فيديو النهارده فادك قول لي، ولو ناقصه حاجه قول لي هو ناقصه ايه. لو عندك اي سؤال اساله واحاول ارد عليك في فيديو او ارد عليك في الكومنتات. انا بقرا كل الكومنتات. وما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وكان معاك ادم هاني، خبير في الحياه البريه، وسلام.